أهلا وسهلا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه توقعات برج العذراء ابتداء من الخميس 24 يوليو إلى غاية الأربعاء 30 يوليو سنة 2025. إذا في باب الطاقة العامة وأسلوب الظهور أي المظهر، هناك وضوح داخلي صارم، فقد وصلت إلى مرحلة لا تقبل فيها التردد أو الرجوع أو المجاملة. عقلك الآن حاد مثل السيف وتظهر بثقة قوية، فلديك أيضا هدوء ظاهريا، لكنك داخليا لديك انقلاب هادئ على حياتك. نصيحة: قوة منطقك وعقلك الآن في أوج عطائها وذروتها، لكن لا تجعل الحسم يتحول إلى قسوة وإلى ضغط، فكن راعيا لمشاعر من حولك من فضلك. أما باب الممتلكات والدخل الذاتي، فهناك إشارة جميلة جدا تدل على أن لديك استقرارا ماليا مستحقا ومكافأة على صبر قمت به أو مشروع سابق، فقد تتوقع وتتلقى مالا من عمل خاص أو تبدأ الاستقلال المادي الحقيقي، فلديك طاقة تنويع مصادر الدخل لديك. نصيحة: أنت الآن في مرحلة بناء مالي فيه تميز، فخطط بحكمة والنجاح سيكون حليفك إن شاء الله تصاعديا. أما باب الأفكار والتواصل والعلاقات، فقد تجري حوارا صريحا واضحا هذا الأسبوع بحول الله وقوته، وربما تصفية مع أحد المقربين لديك وغربلة أو كشف حقيقة كانت مخفية عنك، فهناك طاقة تحدث بوضوح، لكن تجنب أن تكون صاحب قسوة أو سخرية أو تنمر. اختر كلماتك بدقة وعناية. الحسم لا يعني الجرح، فلا تكن جارحا. باب العائلة، الجذور، الاستقرار النفسي، هناك تحذير من علاقات عائلية فيها سيطرة وتحكم أو طاقة سامة من أحد أفراد العائلة. قد تكون هناك مشكلة قديمة في الماضي تكررت بسبب عدم قطع التعلق بهذه الطاقة السامة. نصيحة: تحرر من كل شعور بالذنب أو الخضوع تحت السيطرة. كن متسامحا ثم انفصل طاقيا وسوف تشفى. باب الحب والمتعة والأطفال وأيضا الإبداع، هناك طاقة جذب وجاذبية في حياتك العاطفية، فأنت الآن ملفت للأنظار، وقد تبدأ علاقة مع شخص ناري أو صاحب سلطة. فإن كنت في علاقة فربما تبدأ مرحلة فيها تفاهم ونضج، بشرط أن تكون متوازنا في قوتكما مع بعض، فلديك هذه الأيام جاذبية. نصيحة: لا تستخف بإعجاب جديد، فهذا الشخص قد يؤثر عليك بتغيير كبير في حياتك العاطفية. أما باب الصحة والعمل، فهناك تخطيط لمشروع جديد، وربما تتلقى عرضا مهنيا من جهة خارج منطقتك، لكن لا بد من الانضباط، لأن هذا يمنحك نتائجا قوية إن كنت منضبطا وملتزما. نصيحة: نظم جدولك وحافظ على صحتك النفسية قبل الجسدية، فقد ترهق من التفكير الزائد عن حده. أما باب الشراكات والزواج وأيضا العقود، فهناك تحذير في العلاقات إن كنت في علاقة عاطفية فيها تسلط أو تحكم، فقد تصل الأمور لا قدر الله إلى نقطة الانفجار، فهذه فترة لكي تميز من يحبك ومن يتملكك. نصيحة: لا تخضع لأي علاقة فيها خوف أو تهديد، فأنت أقوى مما تتصور. أما باب المال والتحول والطاقة، فلديك تحرر مالي وعاطفي، لكن بعد صراع. نعم، بعد صراع، وربما تستعيد تلك الحرية الخاصة بك من علاقة تعتمد فيها على الطرف الآخر ماديا أو عاطفيا. نصيحة: حاول أن تفصل بين الحب والمادة وأعطي نفسك استقلالا حقيقيا. أما باب السفر، التعليم، الرؤية الكبرى، فأنت تخطط لشيء كبير، إما سفر أو دخول في مرحلة جديدة فكريا. قد يكون لديك حلما في التعليم أو مشروع رقمي، لا تؤجل. كنصيحة: وخطط وابدأ في التنفيذ من الآن، فالطريق واضح أمامك. أما باب الطموحات والعمل، فلديك كاريزما قيادية في مكان عملك واشتغالك، قد تعرض عليك ترقية أو توضع في موقع سلطة، فأنت قائد بالفطرة. نصيحة: لا تخف من تسليط الأضواء عليك، بل استغلها إيجابيا في رفع تأثيرك على محيطك في العمل. أما باب الأصدقاء والمشاريع والدعم، قول الكلام الحقيقي في صداقاتك ربما يكشف موقف أحدهم أو تبتعد عن بعض الأشخاص. نصيحة: النقاء هو أهم شيء، والنقاء أهم من عدد الأصدقاء. أما النفس والكارما والشفاء، فقد تحررت من طاقة قديمة ولكن لم تكمل شفاءك بعد، ربما لديك
تعلق أو تشعر بالذنب أو كما قلت التعلق. عليك بالتنظيف وتبدأ صفحة جديدة. إذا أنت في هذه الفترة تزيل القناع عن كل ما يحيط بك من علاقاتك وعاداتك وطموحاتك، وأنت في بناء حياة جديدة من الوضوح والحرية الخارجية. فهناك مكافآت مالية جميلة، لكن احذر من التعلق المادي. أما عاطفيا فلديك طاقة جنسية مرتفعة، لكن العلاقات التي فيها السم تظهر من جديد. أما نفسيا فأنت أقوى مما تتصور. إذا الرسالة هي ليس كل من يعطيك الأمان كما ترى أنت فهو يحبك، لا، فأحيانا يكون الخوف فيه قناعة على هيئة حب، فالحرية هي الحب الحقيقي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.